مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيكي الصعيد. فيديو النهاردة عن العربية الفيرنا وعن مشكلة معينة في العربية. ايه المشكلة؟ صاحب العربية دي جاي بيشكي من العربية، البدال بتاع الفرامل بيهرب من تحت رجله. حليت العربية كالعادة زي ما معروف، وزي ما انا قلت ونبهت في كذا فيديو قبل كده، ان الكنترول بانل بتاع الفرامل بتاعتي، الطنابير اللي ورا، الرجلاش اللي ورا، طول ما انا نظفت جوه التيل ورجلشت وخدت هوا كده، انا مهيأ ورا للفرامل تبقى توب التوب. لكن عندي ضعف في ضغط الزيت ورا، او ممكن يكون شديد مره وضعيف مره، وممكن يكون شديد على طول بس يهرب معايا قدام في البدال. شيكت على ورا، الدنيا تمام وزي الفل ومفيش اي مشاكل. بس مع العلم ان صاحب العربيه قال لي ان كل فتره بزود زيت، وانا مش عارف الزيت بيروح فين. طبيعي لو انا عندي فيه جلد ضارب بيفضل يعبي جوه لغايه ما يبقى فيه اثر من بره او يضرب على الفرده. لا، مفيش. الاربع عجلات تمام تمام، سواء القفش اللي قدام ولا الطنابير ورا، مفيش اي مشاكل. انا هقول لك الزيت بيروح فين. هنا انا عندي الماستر داخل جوه السيرفو، عندي الماستر ضارب جلد، فبالتالي هنا مفيش ألسي عندي سادد الماستر يعتبر الشفة بتاعت الماستر هي كمالة السيرفو، كمالة الألسي، عشان ما يهربش معايا نفس بره. يعني انا عندي الألسي ده هو اللي بيحبس على الماستر، بيقفل النفس بتاع السيرفو عشان خاطر المكنة معايا ما تتلخبطش، لان انا عندي خرطوم السيرفو جاي من المنفول. لو اي مص هوا من قدام او من ورا هتتلخبط معايا المكنة. فكده انا عندي الماستر ضارب. في حاجة تانية برضو لازم انبه عليها عشان خاطر تبقى انت مستفيد من الفيديو. العربية دي ما كانش فيها اي مشاكل في الاول، بس المشكلة بتاعت ضرب الزيت دي يعتبر من الاول. لا، هو ابتدى يشتكي من الفرامل لما غير الزيت. في قاعدة عندي بتقول لا تحرك ساكن. بمعنى ايه؟ بمعنى انك انت شفت الزيت اللي في الكوباية زي ما هو بالزيت اللي فيه، ما تنضفوش. ده نصيحة مني ليك. ليه؟ لان البستم والسكس بلف بتاع طقم الجلد تحت اللي هو جوه الماستر اشتغل على الزيت اللي هو سواء زيت نظيف او زيت سنة متسخ، اشتغل على هذا الاساس. انت جيت نظفته وحطيت زيت جديد، فبالتالي لو في تآكل سنة في طقم الجلد جوه، الزيت الجديد مش هيحبس مع الجلد، فبالتالي هتلاقي تهريب وتخريف من طقم الجلد. تمام؟ احنا كده المفروض هنغير يا اما طقم جلد يا اما ماستر. في الغالب بيطلع طقم الماستر نفسه فيه ريجة، فاحنا كده هنحل الماستر كله بره، وهنشوف لو ما كانش فيه ريجة في الماستر هنغير له طقم جلد فقط لا غير. لا فيه ريجة يبقى هيعوز ماستر كامل غيره. زي ما حضرتك شايف ان الماستر نازل كله طين، الزيت الباكم اللي نازل كله طين، فطبيعي مخلفات الطين دي ان الماستر يحصل فيه ريجة. مؤكد 100% الماستر باظ
بسبب الرملة اللي جوا دي. انا طلعت اشبه للرملة، اشبه للحنة، اشبه الرمل. من مخلفات من الزيت الباكن. كده الماستر هيتغير خالص وهيتجاب ماستر جديد. عشان كده الماستر بدأ فيه ريقة وفيه بيضاوي. اتفرج يا باشا. ما اعتقدش ان في طاقية تعيش في الوضع ده. كل الزيت اللي انت كنت بتزوده جوه السيرفو. السيرفو مليان لاخره. يعني المفروض معايا المساحة دي كلها انا معباية زيت. كم علبة زيت باكن دول؟ يجي لهم علبتين دول. كثيرة. كده السيرفو لازم يتفرتق ويتنضف، لان الزيت الباكم ده لو فضل في قلبه هيقطع الطاقية وهيبوظ السكس بلف بتاع السيرفو اللي هو الخلفي، اللي ما يخليش السيرفو من خلال شفط الخرطوم بتاع المنفو يدوس لوحده. لو باظ السكس بلف الخلفي، اول ما تدور العربية تلاقي العربية حملت فرامل لوحدها. هنا طبعا الماستر لما كان فيه ريقة جامدة ما قدرناش نوضبه، جبنا ماستر جديد نوفي، ودول الاتنين 6 بلف بتوع رجوع الزيت الباكن لازم يركبوا في الماستر الجديد. بعد كده تشوف عيار الصابع اللي هو الزغاج، تشوف اذا كان عالي او واطي او مناسب، تربط على طول. ما تربطش المواسير، تربط المسمارين الاول، وبعد كده تاخد هواء للمواسير، تخلي المواسير تجيب زيت صافي، وبعد كده تربط المواسير وتاخد هواء للاربع عجلات. كده انا خلصت الفيديو. وكان ليا محادثة مع صاحب العربية بعد ما خدها، حبيت اتابع معاه اشوف ايه الاخبار، الفرامل كويسة ولا وحشة ولا هرب التاني ولا ايه الظروف. بصراحة الراجل مبسوط من الفرامل، واحنا كل اللي نتمناه ان اي زبون يشتغل معانا ننال اعجابه، ويسعدنا تشريفكم. الجزئية دي لازم انبه عليها. لما تغير الماستر يا ريت تجيب الزيت النظيف، يا ريت ما تجيبش النوعية الرخيصة، هات الزيت النظيف. الزيت اللي هو رخيص بيدعك، حرفيا بيدعك الجلد بتاع الماستر، وكله على دماغك. هتجيب الزيت الرخيص هياكل الجلد، وبدري بدري هتغير الماستر. دوت فور ده انا اشتغلت بيه كتير بصراحة، زيت كويس وما عملش معايا اي مشاكل في المساتر او في طقم الجلد.